عظم الله اجورنا واجوركم مصاب ابا عبد الله الحسين واخيه العباس عليهم السلام. اليوم سويت لكم اطيب بقلاوه تشبه مال المحلات، تفيد بالمجالس الحسينيه بالتوزيعات، وتفيد بالخطار، وتفيد تاخذيها صوغه لحد، وتفيد بكل شيء. كلش اقتصاديه ومو مكلفه، بدل ما تشتريها من برا كيلو ب25 او 30 الف، هنا تسويها ببيتك ما تكلفتش يعني 5000 6000 دينار، ويا الجوز ويا شغلاتها. زين، سهمكم العافيه حبيباتي، جربوا هاي الطريقه كلش طيبه ومفيده. وهسه تابعوا وياي الخطوات للنهايه حتى تنجح عندكم الوصفه ان شاء الله. هسه ندخل بالخطوات. يا بنات، المكونات اللي عندي مثل ما قلت لكم، هاي عندي كيس كامل من عجينه الجلاش او رقائق السمبوسه يسموها. زين، وهنا عندي كاسه كبيره تقريبا بها نص كيلو جوز مقطع، هيجي قطع صغار كلش. انا طبعا خليته تشيز ودقدقته ونعمته. زين، وهنا عندي خاشوقتين مال الاكل سكر او شكر، وهنا عندي خاشوقه مال كوب هيل مطحون، وهنا عندي مي ورد، وهنا عندي ما استعمل زيت، استعمل دهن الجنه كلش طيب بالمعجنات. وهسه راح ابدي اسوي الطريقه. هنا عندي صينيه او هالقالب هذا يكفينا، هذا القالب. هسه راح اقص على قد القالب العجينه، وتابعوني للاخير. يا بنات، هسه طلعنا العجينه من التشيز. شوفوا هاي العجينه اللي عندي يا بنات، بس انتبهوا يا بنات، اكو مرات عجينه قديمه يعني عتيقه تتشقق، ولو هي هاي ترى هم يمكن طلعت مو عجينه 100% جديده. المهم عجينه جيبوا جديده. ثاني عندي هذا القالب باعوا بها طبقات هوايه طبقات. يعني راح اجيب هذا القالب اللي عندي، شوفوا اقص على قد القالب، على قد الصينيه اقص العجين. شوفوا يا بنات، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اشتروا من السوبر ماركت، يعني عليه ذبة رجل هوايه، يعني قصدي اكو سوبر ماركتات صدق يعني ما يبيعون هوايه، فهذا السبب تبقى الحاجه عندهم هوايه. المهم شوفوا يا بنات، راح نقصها على قد القالب مالتي. شو السالفة؟ المشكلة إذن طبعا راح ألفهن بنفس النايلونة وما أخربهن. يعني أحتاجهن بغير يا بنات، يجوز أحتاجهن للسمبوسة. بحطهن بالنايلونة مالته وأخليهن على صفحة. زين، هسه أجينا يا بنات، شوفوا مو مثل قبل ندهن القالب، لا، رأسا احنا راح نغرقه بالدهن على مود شو اسمه، على مود تتشبع بالدهن. باعوا نص العجينه بالضبط، باعوا بنات نص الكميه اخذها كالقاعده. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا، اللهم صل على محمد وآله. ولا طلعت كبيره هاي، المفروض على قدها، لازم بعد نقص. راح اسويها على قد القالب وارجع لكم. شوفوا يا بنات، سويتها على قد هالقالب، نص العجينه بالضبط، نص الكميه خليتها بحبل صينيه، والنص الاخر خليه فوقها. بعد ما اسوي شنو، هاي راح اغطيها هنا بفشي حتى لا تيبس، وراح اجيب الشكر هنا اللي حطيته، راح اسوي الحشو. هذا الشكر والهيل راح احطه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اضيف عليهم شويه مي الورد حتى يتماسك، حتى شنو الجوز يتماسك. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى يتماسك الجوز على العجينه، ومن اسويها من ابدا اقصها يعني تجي بيدي عادي. خبطتها يا بنات المكونات كلها، بس لازم هاي الخطوات ما نفوت منها اي خطوه يا بنات، لان على مود تنجح الوصفه عندكم. هاي مو خليناها بعد، ما نخلي الدهن، لان انا راح اشبعها بالدهن. باعوا كميه الحشو اللي تردوها بكيفكم، تردون اكثر من هاي حطوا، تردون اقل من هاي حطوا، حسب رغبتك انت. شوفوا راح اوزعها بالتساوي يا بنات، وما يصير يعني مكان اعلى من مكان، او مكان بقليل ومكان باكثر، لا. راح اساويها طبعا، انا يدي نظيفه ومغسوله، راح اساويها بيدي احسن يا بنات. ادوسها زين. الحواف كلها راح نساويها عدل. شوفوا
مو شرط الا جوز. اذا عندك فستق حلبي، اذا عندك فستق العبيد، اذا عندك لوز طحني وسوي، مو شرط الا جوز. اي شيء متوفر عندك بالبيت سوي. حتى لو عندك سمسم وجوز هند واي شيء، اي شيء، اي مكسرات عندك واي شيء ترغبينه تسوي يعني تحبينه سوي، مو شرط الا جوز، مو شرط. زين يا بنات، شوفوا حبيباتي، هسه راح اجيب الطبق اللوخ، راح اضيف الصفحه اللي ما بها التشققات. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا هسه راح يا بنات، شفت الطبقات خفيفه، راح جبت بعد من العجينه الاضافيه اللي خليناها على صفحه، راح احشيها بها. مو مشكله اللي بدخ اللي بالنص واللي جوا تصير حتى لو عجينه مقطعه، اهم شيء الوجه يصير عجين مرتب. شوفوا يا بنات، باعوا ها ايش قد والله، شوفوا على قد فيت، باعوا فيت تطلع عليها تقريبا نفس المستوى. شوفوا هاي كانت 3 طبقات، 3 وهاي هم 3، هاي هم 3 طبقات. شوفوا راح اخليها فوقها، اهو، وهي راح اوزعها عليها. راح اكمل اذا باع، وراح اسوي يعني بعد هاي الطبقه اللي فوقها. شوفوا نفس المستوى، لا يعني، واذا اخلي طبقتين لازم اللي اخلي بصفها طبقتين، ما اكثر شو اسمه. باعوا خلصت. هسه اجيب الطبقه هاي خليتها اول مره وبعدين شلتها، هاي باعوا صارت طبقه ثخينه، بخليها على صفحه معي بنات. هسه راح اقصها واخلي عليه الدهن واشعل الفرن قبل لا اخلي الفرن. هسه اروح اشعل الفرن قبل لا ادخل القالب ب10 دقائق. بنات هسه راح اقص القطع على بالتساوي. شوفوا بالتساوي حسب الحجم اللي تريد. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب الحجم اللي تريدي، بس شنو اقص للاخير يعني. زين، ترى هي شوي بس قصها صعب يا بنات. شوفوا لي لازم للاخير تقصون وبحذر قصوا، لان حتى لا يخرب شكل العجينه الفوقانيه. شوفوا الحجم اللي تريديه يا بنات. شوفوا بسم الله الرحمن الرحيم. بس اكمل الباقي ويجيكم يا بنات. بعد ما قطعت البقلاوه مالتنا والعجينه مالتنا بهالشكل هذا، هسه راح اجي اضيف الدهن، اغمرها بالدهن، اسمه الدهن الدافي، دهن الجنه. بسم الله الرحمن الرحيم. لان انا ما خليت بين الطبقات دهن، فلازم يعني اشبعها بالدهن. وبعدين من شو اسمه تصير نرجع الدهن الزايد بعد ما تنشوي يعني. خلت تتشبع يا بنات. وهسه انا حميت الفرن قبل 10 دقائق. بسم الله، فاخليها تقريبا في الدقيقتين حتى تتشبع كلها، بعدين اخليها بالفرن في الدقيقتين تقريبا وادخلها الفرن. هسه اروح ادخلها بالفرن وادخل القالب بالفرن، وبعدين وياكم اسوي الشيره يا بنات. هسه راح اسوي القطر او الشيره مالت البقلاوه. عندي هنا المكونات 3 قلاصات شكر ويا قلاص مي، 3 قلاصات شكر ويا قلاص مي. وعندي تقريبا ما دام عندي كميه 3 قلاصات راح اخذ ملعقتين طعام حامض الليمون. واذا ما عندك حامض الليمون لمن دوزي حطي نص خاشوقه مال شاي. عندي هنا خاشوقه مال شاي هيل. هسه راح نجي نضيف المكونات. هنا عندي هاي الجدريه. بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، هو يعني راح اخلي قلاص واحد حتى بساعه تصير يعني الشيره، بساعه تصير يعني، مو هيك تقريبا ب10 دقائق تصير. راح اخليه هيك شيء. هسه بعدين بعد ما تغلي الشيره يلا اخلي الحامض والهيل بالاخير. هسه راح اروح على الطباخ وما حرك كل شيء ما اسوي لحد ما تبدي تغلي. يلا بينا على الطباخ. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اخليها على النار لحد ما تغلي، ما العبيها. هسه اول مره شوي على نار عاليه لحد ما تغلي، وبعدين انصي النار. ان شاء الله يا بنات، صلوات على محمد وعلى محمد. شوفوا بقلاوتنا ايش قد حلوه. طبعا هاي انا خليتها بس على نار الجو فقط وشعلت، وخليتها على الرف الوسط.
يا بنات، وعلى درجة حرارة 180. هسه بعد ما شغلت الفوق لأن الجو شوالي الفوق والجو، يعني النار الجو شوالي اللي فوق والجو. حطلعها واصفيها من الدهن وبعدين احط لها الشيرة. يا بنات هسه تشوفوا الشيرة ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا القوام ثخن. هسه راح اضيف العصرة الليمون باعوا. بسم الله. هاي خاشوقة، هاي خاشوقتين تقريبا، يعني هاي صار تقريبا بها خاشوقتين باعوا. وراح اضيف الهيل. بسم الله الرحمن الرحيم. باعوا القوام ثخن. راح اطفيها. تدرون ايش قد بقت على شو اسمه 10 دقائق ضبط بقت على النار بعد الغليان. بعد الغليان بالضبط، بعد ما تصير هيك يصير عليها مثل الفقاعات مو او يعني تريد تغلي، اني 10 دقائق احسن اطفيها. هسه صارت باعوا. راح هسه اخليها. هسه اروح اصفي الدهن من البقلاوه. اروح اصفي البقلاوه من الدهن واشربها الشيره حتى لو هي حاره. يا بنات هاي طلعت البقلاوه من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. راح افرغ الدهن مالها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وال محمد. حاره طبعا. افرغها من الدهن في الدور. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اسقيها هسه بالشيره. جيب الشيره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وال محمد. الشيرة اللي ترغبيها، إذا ترديها وايا حلوة بسم الله الرحمن الرحيم ضيفي زايد، إذا ترديها الحلال مالته معتدلة ضيفي أقل. هسه إحنا هاي الحلال نريدها. شوفوا عندي عقل شلون لزمتها بيدي. باعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد شوية اخليها تبرد وبعدين نصب من عندها. شوفوا شكلها ايش قد حلو، شوفوا الجمال، شوفوا ايش قد حلوه. يا بنات اني سويت الشيره بكميه اكثر، حتى هاي هسه من تبرد اخليها بشيشه واحطها بالثلاجه. شو وقت ما اسوي معجنات تحتاج شيره استعملها. زين حبيباتي يا بنات، هذا شكلنا هاي البقلاوه مالتنا. ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. هسه اصب من عندها كم وحده. خلينا بسم الله الرحمن الرحيم. باعوا شكلها ايش قد حلو، منظرها ايش قد حلو يا بنات. طبعا كلش يعني هاي باعوا. هاي اكيد يعني راح يطلع بها تقريبا كيلو او فوق الكيلو. هاي لو تشتريها من برا يعني كيلو. انا ذاك اليوم اشتريت بالدهن الحر، الدهن الحر ب 25,000 الكيلو. ما شاء الله صلوات على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو حاره بعدها. شوفوا يا بنات كيلو ب 25,000. شفت اخذتها صاغه يعني الناس. زين حبيباتي. وهسه انا هاي سويتها بالبيت، يعني ما كلفتني هواي كلش، يعني ما كلفتني هواي، يعني ما كلفتني ربع القيمه اللي اشتريتها بها من برا. زين حبيباتي خليني اوصلهم. شوفوا يا بنات، شوفوا شكلها ولو هي حاره. شوفوا طبقات. شوفوا يا بنات شلون مستويه من جوا، مقسمه وحلوه وطيبه. وشوفوا البطن مالها مليانه جوز والقشر خفيف. شوفوا ايش قد حلو صار طبقات يا بنات. شوفوا ايش قد منظرها حلو. ساهمكم العافيه. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمه الحكم حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. وساهمكم العافيه. جربوها وما راح تخسرون، صدق تبيض وجهك قدام الخضار وكلش طيبه. الى اللقاء في فيديو جديد.